اللي هو يعني اخيرا جوارديولا عايز يقابل فرقه زي دي من الفرق اللي بتسيب له الكوره ويلا العب وهات اجوان. والتعادل المثير اللي حصل قدام الجانرز، وانا اعتقد التعادل ده كان سببه طبعا ارتيتا، ما فيش كلام. طريقه التشكيله اللي بدا بيها الماتش كانت غلط. جوارديولا ما بيعيش افضل حالاته وعمال يعمل تصريحات غريبه جدا جدا. ارتيتا عمل ايه غير انه صرف، ارني سلوت عمل ايه غير انه صرف. وطبعا كلام يعني ما يطلعش من جوارديولا الا لما يكون اكيد في تبعيات ليه، واكيد فكر في حاجه معينه ان هو مش قادر يحارب على ارض الملعب، بدا يحارب بره، ودي يعني مش من عادات جوارديولا. طبعا هو مرشح ان هو يكسب. مازال بيرلي بيدافع بطريقه صعبه جدا مع باركر. عامه الماتش ده بالنسبه له هيحاول ان هو يتلافى الاخطاء ويقفل على مفاتيح اللعب بالطريقه اللي بيعملها 4-5-1. يعني هنشوف بالنسبه لجوارديولا عنده حلول كتيره. طبعا عنده هالاند، عنده الراجل تشيركي كمان ممكن يكون جاهز، النجم الجزائري اللعيب الكبير صاحب المهارات والتحركات الجميله. سافينيو بيقدم مستويات كويسه والمفروض ان احنا نشوفه في الماتش دوت. تدوير هيكون مهم بالنسبه له جوارديولا. من ناحيه الدفاع خوسانوف اكيد مش هنشوفه في الماتش ده، متاثر بالاصابه وهيكون مش موجود. يتوقع عوده ريكو لويس. وفي النص قلب الدفاع في دياش وممكن اكي، في لعيبه كتير ممكن تلعب وما تضمنش التدويره اللي ممكن يعملها جوارديولا في الماتش ده بالذات في الدفاع. نيكو كونزاليس وارد نشوفه برده في المباراه دي ويريح رودري، ونشوف تيجاني اللعيب الهولندي في نص الملعب قدامه. طبعا مفيش مساس ابدا ببرناردو سيلفا، احنا عارفين القاعده دي، برناردو سيلفا دايما موجود، وحتى لو لعب بشكل على الدكه هينزل في الشوط الثاني 100%. فودن بيقدم مستويات كويسه ووارد ان احنا نشوفه تاني يكمل في مكانه. والناحيه الثانيه الفهد الاسمراني دوكو، انا بقول دايما دوكو ما يقعدش، والمباراه دي محتاجه على فكره التحركات السريعه علشان المساحات هتكون مقفوله، وما يكون الاستحواذ بطيء وسلبي هيكون حاجه سيئه. انت محتاج حد يخلص بسرعه ويجري طريق دوكو، وشفنا في الماتش اللي فات وهو يعني داخل وسط 4 ولا همه. يعني خير دليل على المهارات الرهيبه واللعب الجميل اللي بيعمله دوكو. اعتقد سيتي اكيد مرشح للفوز، واكيد هالاند ممكن يكون هو محرز الاهداف.